بعد سنوات من التساؤلات والغموض الذي أحاط باختفائها، عادت الفنانة القديرة عبلة كامل لتصدر المشهد الفني ومنصات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة ليس بعمل درامي أو سينمائي، بل من خلال ظهور إعلاني مفاجئ. إليك التفاصيل التي أثارت هذه الضجة الكبيرة. تفاصيل العودة المثيرة للجدل. الإعلان الصادم. انتشرت مؤخراً لقطات للفنانة عبلة كامل ضمن حملة إعلانية لإحدى ماركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة. التفاعل الجماهيري. بمجرد ظهور ملامحها العفوية وصوتها المميز، تصدر اسم عبلة كامل الترند، حيث عبر الجمهور عن اشتياقه الشديد لرؤيتها بعد غياب دام منذ عام 2018 آخر أجزاء مسلسل سلسال الدم. السر وراء الضجة. ما زاد من حماس الجمهور هو ظهورها بنفس الروح والهدوء الذي عرفت به، دون تكلف، مما أعاد للأذهان شخصياتها الأيقونية مثل فاطمة في لن أعيش في جلباب أبي. لماذا غابت عبلة كامل كل هذه المدة؟ خلال 8 سنوات الماضية انتشرت عشرات الشائعات التي حاولت تفسير غيابها، منها: 1. الاعتزال النهائي، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الفنانة بشكل رسمي قط. 2. الأسباب الصحية. طاردتها شائعات المرض لسنوات، لكن عائلتها والمقربين منها مثل الفنان أحمد كمال كانوا ينفون ذلك باستمرار، مؤكدين أنها تتمتع بصحة جيدة ولكنها تنتظر العمل الذي يستفز موهبتها. 3. الرغبة في الخصوصية. عبلة كامل معروفة بزهدها في الأضواء والمهرجانات، وتفضل العيش في هدوء بعيدا عن صخب السوشيال ميديا. هل يمهد هذا الإعلان لعودة فنية؟ يرى الكثير من النقاد والمتابعين أن ظهورها في إعلان قد يكون جس نبض لعودة كبرى إلى الشاشة. فالفنانة التي تملك رصيداً ضخماً من الحب في قلوب المصريين والعرب أثبتت بهذا الإعلان أنها لا تزال تملك سحر الحضور رغم سنوات الاختفاء. نقطة هامة: غياب عبلة كامل لم يكن مجرد غياب ممثلة، بل غياب لنمط فريد من الأداء الصادق الذي يفتقده المشاهد العربي حالياً.